السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين عشاق الرياضة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد وأخبار جديدة. النهاردة كان معانا مباراة النادي الأهلي وغزل المحلة. شفنا المباراة من دقائق معدودة. النادي الأهلي بيلعب مباراة كويسة جيدة جدا في الأداء وبيواصل انتصاراته وتألقاته في بطولة أفريقيا والدوري العام. النادي الأهلي النهاردة بيحرز 3 أهداف متتالية وبضغط لعب ونتيجة وسيطرة و10/10. مش هنقول هننتقد بعض اللعيبة النهاردة، ولكن هنشيد ببعض أداء اللعيبة في البداية. يعني عندنا ما شاء الله النهاردة النادي الأهلي بيكسب أكتر من لعيب، منهم علي لطفي اللي بياخدوا الثقة اللي اتشاطت عليه يعتبر كرة واحدة أو 2 بالكثير من المباراة، بيتعامل معاهم بيقظة عالية جدا. علي لطفي بيثبت أقدامه وإن شاء الله يواصل التألق ويسيبنا بقى من حكاية محمد الشناوي اللي زي محمد الشناوي بيني وبينكم يا جماعة بيتدلع شوية. فعلي لطفي إن شاء الله يحب مكان محمد الشناوي بالتواصل بإذن الله. نيجي لخط الدفاع. النهارده النادي الأهلي بيكسب تاني لعيب وهو خالد عبد الفتاح في الباك اليمين، وبيقدر يغطي مكان محمد هاني. النهارده جمهور النادي الأهلي بيطمن على الباك اليمين للفريق بوجود خالد عبد الفتاح ما شاء الله عليه. ما حسناش بغياب محمد هاني أو أكرم توفيق النهارده، وبيواصل تألقه خالد عبد الفتاح رغم عدد المباريات اللي بيشارك فيها قليل جدا. اللعيب الثالث اللي بيكسبه النادي الأهلي بيتواصل مروان عطية. مروان عطية النهارده بيكسب ثقة جماهير النادي الأهلي وبيواصل تألقه. النهارده يعتبر من أبرز لعيبة النادي الأهلي في المباراة، بيغطي مكان عمرو السولية وبيغطي مكان حمدي فتحي ما شاء الله، بيقوم بالواجب الدفاعي على أجمل وجه. والنادي الأهلي بيكسب لعيب يقظ، لعيب فاهم، لعيب بيقدر يغطي، لعيب بيقدر يصنع فرص، بيقدر ينقذ هجمات في نص الملعب بدون ما يعمل أخطاء أو فاولات. فالنادي الأهلي ما شاء الله أصابه التوفيق إن هو يجيب لعيب زي مروان عطية في نص الملعب ما شاء الله. نص الملعب أصبح النادي الأهلي بيطمن وجمهوره بيطمن على حتة نص الملعب، يبقى كده ثلاثي أو رباعي في دفاع النادي الأهلي مع وجود مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية النهارده اللي بيتألق وبيشوط كذا كورة النهارده ما شاء الله عليه، بالإضافة إلى حمدي فتحي اللي النهارده بياكل نجيلة الملعب ويواصل تألقه في خط وسط النادي الأهلي. وأصبح لحمدي فتحي لا يمكن الاستغناء عنه في أي ظرف من الظروف. يعني مجمل لعيبة النادي الأهلي كويسة جدا، بالإضافة إلى كولر صاحي وواعي ومركز جدا في ومنتبه لمدرب غزل المحلة وبيقدر يقفل عليه المفتاح، رغم إن النادي الأهلي مرمى النادي الأهلي تعرض لهجمات خطرة في بعض الوقت، إلا إن كولر قدر يدير المباراة بشكل جيد ويوزع مجهود اللعيبة على فترة المباراة. يعني النادي الأهلي مسك زمام المباراة الشوط الأول، شوط كامل متواصل بيضغط ضغط رهيب جدا، يقدر يحرز هدفين. النادي الأهلي النهارده بيكسب برضه لحد ما برغم عدد الدقايق اللي شاركها أحمد قندوسي. أحمد قندوسي برضه إن شاء الله يكون لاعب مبشر، يكون لاعب قوي، رغم إن احنا شفنا له مباريات قبل كده أو عدد من الدقايق قبل كده، وأثبت إنه لعيب تقيل، لعيب فاهم، لعيب واعي، لعيب يقدر النادي الأهلي يعتمد عليه في الحتة الهجومية بإذن الله. كمان شفنا كريستو ما شاء الله النهارده برضه، رغم إنه هو ما لمسش حاجات بسيطة بل يعني إلى حد ما كويس 10/10 في الدقايق اللي قدر يشارك فيها. بيراوغ، بيخش، عنده حماس، مش راهب الموقف، مش خايف من جمهور النادي الأهلي، مش خايف من استاد عملاق ما شاء الله. ولكن إن شاء الله محمد الضوي كريستو يكون إضافة قوية للنادي الأهلي. النهارده النادي الأهلي بيطمن إلى حد ما برضه على الطرف اليمين بمشاركة حسين الشحات. النهارده حسين الشحات ممتاز، بيتفوق على نفسه، بيعمل كل حاجة.
معاه كمان بيرستاو اللي بينزل من مكانه في دقائق معدودة. بيرستاو عنده اللمسة الأخيرة عايزة تتظبط شوية، يعني بيرستاو فجأة لما بيحس إن هو قريب من المرمى أو حارس المرمى طالع عليه بيتخض، بيجيله خضة كده، خضة كروية. ليه؟ ما تعرفش. المفروض مع كولر إن هو يظبط عنده الحتة النفسية، اللي هو ساعة ما بيلاقي الحارس مقابله بيتخض شوية، يا إما يحطها في جسم الحارس، يا إما يحطها فوق، يا إما يرتبط رجليه تخبط في بعضيها. المفروض كولر يقعد معاه ويفهمه على إن الخضة دي لازم بقدر الإمكان يشيل من دماغه حكاية الخضة اللي بتقابله لما بيقابل حارس المرمى. النهارده العتاب الوحيد على مين؟ على أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر النهارده بيواصل أداء الممتاز. أحمد عبد القادر لما بيمسك كورة بيموت اللاعب، ليه ما تعرفش، وعايز يخش بالكورة داخل المرمى. أنا يعني أحمد عبد القادر من اللعيبة اللي هي مش بتتعاون بكثرة مع زمايلها، يعني يبقى قدامه الفرصة وقدامه إنه يباصي لزمايله، ولكن بيبقى عنده الحتة الأنانية زيادة شوية، وطماع في إنه يحرز أهداف بشكل جميل وشكل كويس، إن هو يظهر بمهاراته أو هو يظهر مهارات فردية شخصية. جمهور النادي الأهلي بيحب اللعب الجماعي، إنك أنت تبقى متعاون مع زمايلك أكتر من اللازم. ما شاء الله أحمد قندوسي لعيب ممتاز ولعيب تقيل جدا في نص الملعب، وتسيبك من حتة الفزلكة، لا العب السهل لزمايلك، مش ممتاز. ولكن ان شاء الله بنتمنى ان النادي الاهلي يواصل انتصاراته ويحافظ على لقبه الدوري الممتاز باذن الله. شكرا لكم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.